تحرضت انا على خويا يوسف الزروالي ندير ليه منوين في الماكله باش هما يديروا فيه ما بغاو، يعني يسمسروا فيا بالفلوس. قالوا لي شحال بغيتي نديروك ديال البقار، شحال بغيتي نديروك ديال الكسيبه لوالديك، وعندي باش يحرضوني عليه باش ندير ليه يعني في الماكله منوم. تحرضت انا على خويا يوسف الزروالي ندير ليه منوين في الماكله باش هما يديروا فيه ما بغاو، يعني يسمسروا فيا بالفلوس. قالوا لي شحال بغيتي نديروك ديال البقار، شحال بغيتي نديروك ديال الكسيبه لوالديك، يعني في الماكله منوم. تحرضت انا على خويا يوسف الزروالي ندير ليه منوين يعني في الماكله منوم. تحرضت انا على خويا يوسف الزروالي ندير ليه منوين يعني في الماكله منوم. تحرضت انا على خويا يوسف الزروالي ندير ليه منوين في الماكله باش هما يديروا فيه ما بغاو، يعني يسمسروا فيا بالفلوس. قالوا لي شحال بغيتي نديروك ديال البقار، شحال بغيتي نديروك ديال الكسيبه لوالديك، وين في الماكله باش هما يديروا فيه ما بغاو، يعني يسمسروا فيا بالفلوس. قالوا لي شحال بغيتي نديروك ديال البقار، شحال بغيتي نديروك ديال الكسيبه لوالديك. السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم إخواني أخواتي كلكم، كل واحد بالاسم ديالو. هذا الفيديو هذا اللي حطيت لكم مثير للجدل والسؤال، واش هاد السيدة هذه اليوم حققت أحلامها؟ واش حققت أهدافها وأحلامها وحصلت على داك الشيء اللي كله صرحت به في هذا الفيديو هذا؟ والسؤال المطروح، واش فعلا هاد الأمنيات كاملين وهاد الشيء اللي تقدم ليها كمغريات واش وصلت ليه ولا ما وصلت ليش؟ لكم التعليق إخواني أخواتي، لأنه يهمنا في هذه القضية ديال سعاد البريقي. وهكا حطيت لكم هذا الفيديو، كنقول لكم بقلوب صافية ونية صديقة نلتقي. إخواني أخواتي، شكرا لتعاليقكم، شكرا لمشاركتكم لهذه القناة المتواضعة. تحية لكم كبيرة، دمتم في رعاية الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.